يا مراحب يا مراحب، جاهزين نبدأ للعظميتو؟ يلا بينا. في الحلقة اللي فاتت عرفنا ان وانج من وقت ما اتولد وهو عنده قوة خارقة، بس بيحاول يداريها ان شاء الله لو اضطر يمسح للناس ذاكرتهم، وكل مرة بطولاته دي بتتنسب لحد تاني، زي مثلا لما بيبقى في الجنينة مع صن وبيهجم عليهم اتنين من منظمة شادو وبيحاولوا يقتلوها فبيصدهم، وزيو هو اللي بيقول تاني يوم في المدرسة ان هو واجههم وانه عمل تدابير امنية جديدة في المدرسة عشان يحميها يعني منهم، زي مثلا الحراس المتمركزين عند البوابات ومستويات حماية كتير في المبنى، من ضمنها حراس الامن اللي على مستوى عالي من التدريب. وبعدها زي بيقول الكل يتجمعوا في المكتب بتاعه واللي بيبقى فيه اكبر عدد من الحراس، وبيقول لهم كمان ان الفرقة رقم 7 هتعمل دوريات منتظمة لحماية المكان عشان من الاخر كده يمنعوا اي قناصة يقربوا من المدرسة. وهما متجمعين في المكتب زيه بيأكد لهم انهم هيكونوا في امان هنا، وتشين بيتحمس جدا لما بيشوف الفرقة رقم 7 وهي بتلف حوالين المدرسة، لا شكله بيتكلم بجد. والمدير كمان بيقول لهم ان ده اعلى مستوى من الحماية اتعمل من وقت ما اسسوا المدرسة دي. وفجأة زي والمدير بيلاقوا ان اكس وفانج العضو الثالث في فريق هامر وحارس قوي جدا من منظمة شادو بيهاجم الحراس بالشاكوش بتاعه اللي على شكل فرخة، وبعدها بيكسر كاميرا المراقبة بالشاكوش بتاعه وبيخلي الشاشة تعطل، وده بيخلي زي والمدير ما يبقوش شايفين حاجة. بس الطلبة مش بيدوا اهتمام للي حصل عشان بيبقوا بيتكلموا مع فصل النخبة بخصوص اللي حصل في الجنينة بين وانج والصن اليوم اللي فات. ولما زيو بيتكلم كده في التليفون بيطلب يقلل عدد الحراس اللي عند البوابة ويزود اللي عند الممر المركزي في المدرسة. وهنا بنلاقي تاني فرد من فريق هامر واللي معروف بخبرته في السموم وبيهجم على الحراس وبيطلق عليهم غسام، بس المدير بيواجه اكس ويانج وبيقاتلوا، والطلبة وزيو بيبقوا واقفين يتفرجوا على المعركة دي من على الشاشات وهم في المكتب. وفي الوقت ده وانج بيبقى بيتوحم على شعرية مقلية وبيطلب الأكل من على التليفون وبيستنى عامل التوصيل عقبال ما يوصل. وفي الناحية التانية القتال بين المدير وإكس ويانج بيبقى لسه شغال، والمدير بيقدر يتفادى ضرباته، ولما بيبقى إكس ويانج هيهرب ناحية المكتب وانج بيفاجئه وبيفتح الباب في وشه وبيخبطه وبيخليه يفقد وعيه للحظة، ولما بياخد باله بيعتذله وبيروح يستلم الأكل. وفي الوقت ده زيو بيقول لصن إن وانج هيبقى كويس وبيقولها إن كده كده العصابة جايين عشان يقتلوها هي فمش هيجوا جنبه. وفي الوقت ده وانج وهو خارج بيقابل في طريقه سوجان قائد فريق هامر واللي معروف بقدرته على الاختفاء وبيبقى معاه شاكوش ضخم وقوي جدا، فبيبقى واخد وضع الاختفاء ومستعد عشان يواجه درع الحماية القوي. بس لما بيجمع كده قوة كفاية في الشاكوش بتاعه، بس في اللحظة دي بيلاقي وانج معدي من جنبه وبيحس بيه، ولما عامل التوصيل بيجي الفرقة رقم 7 بتفتش الطلبية علشان يعني يتأكد ان ما فيهاش اي حاجة مضرة قبل ما يسلموها لوانج. وهنا سوجان بيفترض ان وانج كان رايح يستلم الطلبيه بتاعته وان ما خدش باله منه، ولما وانج بيلاحظ سوء التفاهم اللي حصل ده بيعتذر له عشان خبط صاحبه من غير قصد. فسوجان بيتخض لما بيلاقي ان وانج شايفه وبيتغاظ جدا فبيحاول يضرب وانج بالشاكوش بتاعه، بس الشاكوش بيقع يتفتت عليه ووانج مش بيتاثر بيه خالص. وفي الوقت ده وانج بيرجع ياكل الاكل بتاعه عادي جدا ولا كانه لسه مكسر شاكوش، فسوجان بيترعب منه وبيبقى مستغرب ازاي وانج عنده الطاقة الروحية دي مع انه يعني لسه في المرحلة الأولية. فوانج بيمسك سوجان من هدومه وبيرميه بره وبيقول له بس يا بابا، فازاي وبيخرج يحييه على اللي عمله وبيناديه بالأستاذ. فوانج بيرجع يمسح له ذاكرته وبيخليه يفتكر ان هو اللي هزم سوجان، وبعدها بيسلمه له وبيعمل نفسه متصاب. وبعد كده البوليس بيجي يقبض على العصابة والكل بعدها بيتلموا حوالين زيو وبيحيوا على الشجاعة بتاعته، وبعدين بياخدوا بالهم ان وانج فقد وعيه بين ايدين زيو وباين عليه ان هو متصاب. وبعدها وانج بيعمل نفسه تعبان من بعد الهجوم اللي حصل على المدرسة وبياخد اجازة مرضية وبيفضل في البيت 10 ايام. فمامته بتزعله بتقول له يبطل يعمل كده وبتصمم ان هو يرجع المدرسة تاني يوم. ولما بيقعد يفكر في اللي حصل بيفتكر وقت ما صن كانت قلقانة عليه ومش فاهمة يعني ايه اللي حصل، ولانه ما بيكونش يعني عايز حد يعرف الحياة بتاعته بينسب الفضل لزيو وبيخليه يبان ان هو قاتل العصابات. وبيفضل نايم شوية في الكابينة الطبية بتاعته وصن كمان مش بتسكت وبتستشير احسن الدكاترة، وبنعرف ان الكبسولة اللي هو نايم فيها دي بتديله فيتامينات وطاقة كل ساعة عشان تحسن الحيوية بتاعته. ولما مامته بتخلص الغدا بتقول له يبطل دلع ويقوم ياكل، وفي الوقت ده باباه بينادي عليه وبيقول له ان اصحابه جم يزوروه. فوانج اول ما بيسمع ده بيخاف وبيرجع ينام تاني بسرعة في الكبسولة على اساس ان هو يا عيني تعبان. وبعد كده مامته بتسلم على اصحابه وبعد ما بتلاقيهم جايبين ورد بتقول لهم يعني ما كانش فيه داعي، وبتنزل تحت يعني تحضر لهم حاجة ياكلوها. وفوق جو بيقعد يرخم عليه وبيعرفه على البغبغان بتاعه واللي بيقف
بيقف على الكبسولة بتاعت وانج وبيقعد يقول كلمة جمل كتير، فالكل بيضحكوا ما عدا وانج اللي بيبقى مش فاهم ليه صاحبه جايب بغبغان بشع زي ده. وقتها تشين كمان بيرخم عليه وبيقول له ان في شبه من البغبغان، فوانج بيقلب وشه. وفي اللحظة دي سام بتفتكر انهم سابوا فروجي على الباب، بس بيلو دخل مع مامة وانج وجايبه لهم يعني اكل وعصير، وفروجي بيجي على وانج وبيقعد يلعب معاه، ومامة وانج بتشكرهم عشان بياخدوا بالهم من ابنها في المدرسة، وسام بتستغل الفرصة دي عشان تقرب اكتر من حماتها المستقبلية، فبتفتح لها كيس الهدايا اللي جايباها وبتوريها المنتجات بتاعت شركة عيلتها عشان تساعد وانج يخف، ومعهم الحبوب اياها، وبتديها كمان حقنة فيها دم الفرخة عشان تساعد وانج يخف. فمامة وانج بتاخد الهدايا دي وبتمشي، وبتقول لوانج يا عامل يعني اصحابه كويس خصوصا سان. وبعدها سان بتبعد فروجي وبتقعد جنبه وبتسأل وانج هو بقى احسن دلوقتي ولا لا، وبتكون قلقانة جدا عليه. وبعدها بتمسك الحقنة وبتقول له انها مع القوة الروحية بتعمل العجب، وهتساعد وانج يخف، وانها بتنقل قوة روحية من شخص للتاني عشان تعالجه. ولما بيسمع ده وانج بيخاف. وفي اللحظة دي تشين بيقول له ان المدير ادى حظاظات اختبار للطلبة كلهم وبعت له يعني بتاعته معاه وهو جاي يزوره. ولما صام بتسمع ده بتزعق وتتخانق معاه وبتقول له ان الاختبار ده هيحتاج طاقة كبيرة جدا منه، وهو يعني مش مضطر يعمل الاختبار ده طالما حاسس ان هو تعبان. بس وانج كل اللي شاغل باله دلوقتي هو انه ما ياخدش الحقنة، وعشان يتهرب منها بيجرب على تشين وبياخد الحظاظة منه وبيقول له انه بقى كويس ويقدر دلوقتي يعمل الاختبار بتاع القوة الروحية. وبعدها بيقعدوا كلهم سوا عشان يعملوا اختبار القوة. ولما تشين بيبدأ يقول لوانج ان هو لازم يركز كل قوته الروحية على كرة الطاقة عشان الحظاظة دي تقيس مستوى قوته، وبعدها بيسيبوها تنفجر وده بيقيس محيط القوة الروحية وبيديهم النتيجة. والاختبار ده بيختلف عن اختبار يعني الدخول عشان بيبين ازاي القوة الروحية بتاعة الواحد تقدر تاخد اي شكل. ومستوى قوة تشين عامل حوالي 600، وجو بيقول ان مفيش فرق كبير بينه وبين اختبار الدخول. وبعدها بيقول لهم ان ده بيمثل القوة اللي خارجة من الجسم واللي الواحد بيحققها وهو مركز على قوته وبيطلعها لبره، والموضوع ده محتاج تدريب كتير وبيبين القدرة على تحويل القوة الروحية لأي شكل. وبعد كده جو بيحاول وقيمة قوته الروحية بتعمل يا دوبك 176 بس، وده بيخليه يتحرك جدا قدام صحابه لدرجة انه بيكون عايز يقوم ينط من الشباك، بس تشين بيتدخل وبيلحقه بسرعة وبيبعده عن الشباك وبيساعده ان هو يهدى. وهنا الصن بتقترح انها ما تعملش الاختبار ده عشان ما يحصلش مشاكل في البيت، بس جو وتشين بيقولوا لها انها مع انها من عيلة كبيرة بس هي سجلت 2019 بس في اختبار الدخول، وده معناه ان الكرة بتاعتها مش هتبقى كبيرة للدرجة فمش هتعمل مشاكل في البيت. فبتوافق وهي مترددة وبتبدأ الاختبار، والمفاجأة ان الأوضة بتبقى هتنفجر من قوة الطاقة بتاعة كرة صن وبتعمل حوالي 4015 وبتبقى في المستوى الثاني في قائمة المدرسة. وجو وتشين بيتصدموا لما بيشوفوا حجم الكرة بتاعتها. ودلوقتي بقى بيجي دور وانج وهو لابس الحظاظة بيفكر كده ان هو يعمل تسريب في الحظاظة عشان تبين رقم مستوى طاقته قليل. وقتها صن بتطلع له الحقنة من تاني وبتسأله هو بقى كويس ولا لسه، فبيقول لها ان هو زي الفل وما عندوش مشكلة يعمل الاختبار. وفي الاول بيعمل كرة صغيرة على اساس ان هو كده هيقدر يغفلهم، بس في وقتها كل اللي في الأوضة بيبقوا مش عارفين يثبتوا في مكانهم من كتر القوة، فبيبعت القوة بتاعته للفضاء بسرعة عشان ما يموتش اصحابه. وده بيعمل كرة طاقة عملاقة بحجم الكوكب تقريبا، وكل بيستغربوا الكرة بتاعته راحت فين بالظبط، وبيلاقي ان ترتيبه في القايمة المركز الاول، وده بيخلي الطلبة كلهم يتصدموا. وهنا صن بتقول ان هو حصل معاه كده عشان هو لسه تعبان وما خفش تماما، فوانج بيقترح عليها ان هو يمكن يكون حصل عطل ولا حاجة. فتشين وجو بيقعدوا يضحكوا وبعدها الشباب بياخدوا بعضهم وبيروحوا. وبعد كده وانج بيتصل بجو بالليل وبيقوله يساعده يغير النتيجة بتاعته ويعدلها الرقم 175، وجو بيوافق يساعده وبيبدأ يشتغل على طول. ووانج بيبقى قاعد ياكل كده وهو بيتفرج عليه. وبعدين جو بيقول له انه محتاج الرقم السري عشان يقدر يخترق النظام بتاع المدرسة، وبيحاول يستخدمه بالرقم السري بتاعه عشان يحاول يوصل للرقم السري الاصلي. وبعدها بيلاقوا ان الرقم السري عبارة عن 8 نجوم، وبيلاقوا تانج جينج في المستوى الثاني بيبدلوا باسم بيردي. بس جو هو بيلعب في النظام بيلاقوا جهاز الانذار اشتغل، فبيخرج من الموقع بسرعة قبل ما يغير النتيجة بتاعت وانج. وتاني يوم وانج بيروح المدرسة ويبقى قاعد يتغدى مع صحابه وبيتكلموا في مواضيع عادية، وبيلاقوا ان الاخبار بتتكلم عن جلسات تدريب طلبة القسم 59، وقناة الاخبار بتعلن عن منافسة السيوف لطلبة السنة الاخيرة وبتعرض مكان التدريب بتاع طلبة مدرسة القسم 59. ومقدمة البرامج بتقول كمان ان قدرات الطلبة دول عالية جدا وانهم محترفين، وبتركز اكتر على الاداء بتاع تانج جينج. ولما بتعمل مقابلة مع تانج بتسأله
بتسأله عن التجهيزات اللي عاملها عشان يفوز قصاد الخصم بتاعه. طلبة القسم 60 بيرد عليها بكل ثقة وبيقول لها إن زمايله بقالهم شهر بيتمرنوا تمارين صعبة وقاسية جدا، وبعدها بتسأله عن الرسالة اللي حابب يوجهها للقسم 60، وده بيلفت انتباه صحاب وانج وبيبقوا مركزين قوي كلهم في المقابلة، ووانج بيكون قاعد ياكل ولا على باله، وتانج في الناحية التانية بيقول إن هو متابع قوة صن ومستني يشوف قدراتها على أرض الواقع وخصوصا في منافسة السيوف. بس بتسأله عن وانج اللي اتصنف في المركز الأول بيكون باين على وشه الإحباط، بس بيتمنى له وهو بيتريق إنه يأدي كويس في التمرين بتاعه، وبعدها بين المقابلة وبيرجع يكمل تمرين مع صحابه. وبالليل وانج واصحابه بيبقوا قاعدين في بيوتهم منتخين بعد اليوم الطويل ده، وفجأة بتجيلهم رسالة على تليفوناتهم بتعزمهم على مجموعة دردشة المدير عاملها، وبيتفاجئوا كلهم وبيلاقوا ان المدير بيقول لهم ان هم الخمسة هيشاركوا في المنافسة الوطنية اللي هتتم السنة دي، وبيتصدموا لما بيلاقي ان فروجي هو الشخص الخامس اللي هيشارك معاهم، وبيكتشفوا ان فروجي عمل اختبار معاهم وسجل 5000 نقطة وتفوق على تانج نفسه، وبكده بقى ليه الأحقية ان هو يشارك في المنافسة. ولما الشباب بيكتشفوا ان الحيوانات تقدر تشارك في المنافسة دي كمان بيتصدموا اكتر، بس بعدها بنشوف الحماس في عينيهم وهم بيستعدوا للمنافسة الجاية. وتشين لما بيقول لباباه على الخبر ده باباه بيكون فخور بيه جدا وبيديله سيف روحاني مميز اسمه لايتشاو، وجو بيحكي لاصحابه عن السيف المقدس بتاعه واللي معاه من حوالي 8 سنين، والسن بتاعه عبارة عن وحش من المستوى الثالث اسمه النمر المغناطيسي، وصن بتبعت لهم فيديو ليها وهي بتوريهم السيف الروحي بتاعها، بس المدير بيكون منبهر بالسيف بتاعها وبلونه الازرق، وبيقول لباقي الشباب ان صن هي اللي عملت الروح بتاعت السيف ده. ولما الاستاذه بام بتشوف الاشعاع الازرق بتاع السيف صن بتقول ان بغض النظر يعني عن قوه عيلتها، بس هي عملت وقت ومجهود كبير في عمل رابط بينها وبين السيف ده. وهنا صن بتقول لهم ان عيلتها عندهم 13 سيف تانيين شبه اوشن السيف بتاعها في حاله لو السيف بتاعها اتكسر، فالمدير بيبدا يشرح لهم عمليه انتاج سيوف روحيه وبيأكد على اهميه الصبر، وبيقول لهم ان في الاول شكل السيف بيبقى فوضوي حبتين ثلاثه، بس كل ما بيبذلوا مجهود اكتر بيبقى اقوى، والشكل المبدئي للسيف الروحي ممكن يكون عباره عن وحش صغير او عن بني ادم، واللي بيتطور وبيتحسن مع الوقت وبيتطور من ذكائه واحده واحده. وفي سيوف روحيه بيكون فيها قدرات خارقه زي التفكير مثلا، بس بيقول لهم يعني انهم هيعرفوا اكتر عن الموضوع ده في الفصول بتاعه المستوى الاعلى، وبيشجعهم انهم يعملوا رابط قوي بالسيوف الروحيه بتاعتهم. وفي وسط كلامهم في المحادثه بيجيبوا سيره فروجي وبيقعدوا يرخموا عليه كلهم وبيسالوه ازاي في كلب هيكون عنده سيف روحي وكمان هيقتل بيه، ففروجي بيفاجئهم وبيبعت لهم فيديو ليه وهو بيطلع السيف بتاعه من جسمه بلسانه، وبيقولوا ان القلم اقوى من السيف، بس فروجي بيثبت لهم ان اللسان يقدر يتحكم في السيف كمان عادي جدا، والكل وقتها بيستغربوا جدا من القوه اللي لسه مكتشفينها في فروجي. ودلوقتي الكل بيبقى عندهم فضول يعرفوا وانج هيعمل ايه او شكل السيف بتاعه عامل ازاي، بس كل اللي وانج بيبقى عايز يعمله هو انه ياكل الشعريه المرمشه اللي بيحبها. عجباني دماغك يا وانج، بس اصحابه طبعا مش بيسيبوه في حاله، وبعد زن كتير بيعترف لهم ان هو عنده سيف روحي وبيقفل الكلام على كده، ومحدش بياخد باله ان هو مش عايز يشارك في المنافسه دي اصلا، وده لانه بيكون خايف يظهر قوته الحقيقيه في المنافسه دي، وده يتسبب له في مشاكل كتيره. بس لما بيلاقي المدير واصحابه واخدين المنافسه دي جد بيلاقي انه ما عندوش حل تاني غير انه يقول لهم انه عنده سيف وخلاص، وبعدها بينزل يسال اهله عن السيف بتاعه، بس بيلاقي مامته بتتخانق مع باباه وبتقول له انها عايزه تجيب مستحضرات تجميل عليها تخفيض وبتحارب يعني علامات تقدم السن. وبعدها بيلاقي الاخبار بتتكلم عن الانفجار اللي حصل في زرع كيميائيه، والخبراء بيبقوا بيحذروا من ان الناس تجيب ادوات سحريه جنب الاشخاص اللي عندهم قوه روحيه عاليه. وبعدها بنشوف المسؤولين وهم مسلحين وبيحاصروا مقرات منظمه شادو، وبيقولوا ان دي اول مره يكشفوا فيها معلومات بخصوص منظمه شادو. فبتظهر واحده من افراد المنظمه وهي لابسه قناع ارنب وبتتحدى اي حد يدخل المقر، وبتقول لهم ان اللي عايز يدخل لازم يواجهها الاول، بس قوات الجيش بتواجهها وبيمسكوها. وهنا الفرقه السحريه بتيجي وتمسك باقي اعضاء المنظمه، وفي الوقت ده استاذ زيو بيوصل بعربيته والصحافه بيتلموا حواليه على طول، فبيبص الكاميرا وبيقول للجمهور انه كشف خطط العصابات دي مرتين قبل كده وهيكشفهم المره دي كمان، وبيقول لهم كمان انه مستني يقابل قائد المنظمه. وهنا وانج بينادي على اهله وبيسالهم عن مكان السيف الروحي بتاعه، وبعدها بنشوفه هو بيدور عليه لحد ما بيلاقي الصندوق بتاعه واللي اول ما بيفتحه بينور، وفي اللحظه دي بيخرج ولد من الصندوق عنده الشعر ابيض وبيقول له ان هو فات 10 سنين، فوانج بيتخض وبيقفل الصندوق تاني بسرعه وبيحس بوجع جامد في رقبته جاي من التميمه. وتاني يوم بيقابل صحابه قدام بوابه المدرسه، وتشين وجو بيتريقوا على السيف الخشب بتاعه وبيقولوا ان هو صغير جدا عامل زي بتاع الاطفال
اطفال مثلا، بس سان بتقوله ان شكله لطيف. حلو. بس فروجي هو الوحيد اللي بيحس بالقوه الخارجه من السيف بتاع وانج. وفي المشهد اللي بعد كده المدير وزي واستاذه بام بيجوا بيبلغوه من المنافسه هتتم في مدرسه قسم 59 لمده 5 ايام، وبيطلبوا منهم انهم يفضلوا هناك. ولما المدير بيلاقي ان وانج مش جايب معاه الشنطه بيساله هو كان يعرف ان هم هيقعدوا 5 ايام ولا لا. وانج بيطلع عارف بالموضوع ده، بس مش جايب معاه شنطه برضه عشان ما كانش ناوي يشارك في المنافسه من اساسه، وبيكون شاف انهم بعد ما هيوصلوا هو هيعمل نفسه ان هو بطنه وجعاه ويرجع البيت. فتشين بيعرض عليه ان هو يبقى يديله من هدومه ويشاركها معاه، بس الكل بيستغربوا من الموضوع. وبعدها الكل بيركبوا الاتوبيس ما عدا زيه عشان بيكون عنده اولويات تانية محتاج يهتم بيها. فبيشاور لوانج وبيتمنى له حظ سعيد، بس وانج بيقفل الستاره في وشه وهو متضايق. وهم في الاتوبيس الروح بتاعت السيف بيبقى عايز يخرج بس هو بيكتمه وبيفكروا بالاتفاق اللي بينهم. وبنعرف ان ابن اللعيبه اداله كيس شعريه مقابل ان هو يفضل ساكت. وبعدها الاتوبيس بيوصل عند البوابه، وهناك بيستقبلهم تانج وثلاثه طلبه تانيين ومعاهم المديره بتاعتهم تاسي. وبام وتاسي بيبقوا باصين لبعض بقرف. وبنعرف هنا انهم كانوا زمايل في الاوضه زمان، بس حاليا هم اعداء وبيفضلوا طول الوقت يرموا كلام لبعض من تحت لتحت. وبعدها تاسي بتروح للصن، وبنعرف هنا انها هي اللي كانت بتمول القسم 60. فبام بتقول لها ان الصن في الاخر سجلت في المدرسه بتاعتها هي. وبعدها بام بتروح لولد من فريق تانج وبتقول انه كان بيغش في الاختبارات وبتنمر على زمايله وبيضرب الحيوانات بتاعه المدرسه، وده خلاها تعاقبه جامد. وفي اللحظه دي تيسي بتحس ان زي ما يكون كده الونش داس على وشها رايح جاي. وفي الوقت ده وانج بيبقى متردد ومش عارف امتى يعمل نفسه تعبان عشان يمشي من هنا. بس في الوقت ده تيسي عشان تحاول تردها لبام بتستخدم قوتها على وانج عشان تشوف قوته مستواها قد ايه. وبالان في شعاع قوي داخل جواه وطالع من قفاه، فبيفكر ساعتها ان هو يستغل اللي حصل ده عشان يتهرب من المنافسه. فتيسي بتتريق على بام عشان جايبه معاها طالب قوته ضعيفه في منافسه مهمه زي دي، وبتسالها يا جاهزه تتقبل الهزيمه ولا لا. فوانج بيقع على الارض عشان يكمل تمثيليته وهو ماسك بطنه وهو بيتوجع منها. وهنا الكل بيتلموا حوالينه عشان يطمنوا عليه. بس في اللحظه دي الروح بتاعت السيف بتخرج وبتقوله ان التميمه بتاعته بتتكسر. فبيساله هو ليه ما قالوش الكلام ده من بدري. فبيقوله ان هو حاول يقول له وهم في الاتوبيس بس هو ما اداهوش فرصه. وهنا التميمه بتنفجر وبتطلق قوه روحيه جامده جدا ناحيه السماء، والكل وقتها بيترعب من المنظر. بس هنشوف مع بعض اللي بيحصل بعدين في الحلقه الجايه. لو عايز تعرف اللي هيحصل بعدين ما تنساش تتابعنا. اول